السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد متتبعي قناة زهراء المكنسية. اليوم غادي نحضر معكم هاد الحلوة هادي اللي راه كتجي راقية، يعني لا شكلا ولا مذاقا، ما فيهاش بزاف ديال التعقيدات. كتجي صراحة يعني من اسهل الحلويات، فكتوجد بسرعة ما كتاخدش وقت، وكذلك ممكن تحضروا منها كمية كثيرة فوق تواجيز. بالنسبه لهاد الحلوه هادي ما كتاخدش يعني متطلبات بزاف. اول حاجه كنحتاج هي كاوكاو. بالنسبه للكاوكاو خذوا النوعيه اللي بغيتو، سواء هذا رقيق او الغليظ، يعني كتحمروه كتحيدوا له القشره وكطحنوه. هنا غنستعمل هذا المول هذا اللي على هذا الشكل، وغادي ناخذوا كاوكاو من بعد ما طحناه. بالنسبه للكاوكاو ما كيتدعقش بزاف حتى كيولي بحال الدقيق، فمن الاحسن يعني يكون شويه هكايا فيه واحد الحبيبات، يعني يكون مطحون خشين شويه. كنوضعوا في واحد البول ومن بعد غادي نجمعوا بالعسل، اولا ممكن ديروا الكراميل. هنايا عندي شوكولا غيش، يعني شكلاط نوعيه مزيانه، فبما ان المنظر ديالو غادي يكون زوين فحتى المذاق حتى هو خصو يكون زوين. غادي ندوبو في حمام مريم، ممكن تضيف واحد المعلقه ديال الزيت اختياريه الا بغيتو، ممكن تخليوه يذوب يعني غير هكاك بوحديه. صافي هنايا ممكن تاخذوا العسل وتجمعوا به هكايا العقده ديالكم. من بعد ما كيذوب الشكلاط كناخذ واحد الكميه، يعني تقريبا هكايا معلقه في كل دائره، ومن بعد كندوز كنوزع داك الشكلاط على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. يعني خصني نلبس داك المول بالشكلاط، كنطلع مع الجوانب مزيان، يعني راه كنطلعهم وكنرجع مازال نطلع، لان غادي تبان لكم هكايا فراغات، يعني واحد تقيبات ما فيهم الشكلاط. يعني خاصني ضروري نتاكد بان المول كامل الجوانب ديالو فيهم الشكلاط. من بعد الا بقات لكم شي زوائد راه كتحيدوها بسباتولا هكا ولا بشي حاجه، وكنديروا في المجمد. ضروري المجمد حتى كيتماسك داك الشكلاط مزيان، باش في الوقيته اللي نكون كنوضع ديك العقده ديال الكاوكاو وكنضغط بيديا ما نخسرش هذاك الشكلاط. هنا كنبدا كنعمر مزيان بالعقده ديال الكاوكاو. بالنسبه للعقده يعني انا درتها، يعني عمرت مزيان هذوك ليمون، لان من بعد غادي نغطي بالشكلاط وغادي تجيني طبقه رقيقه ديال الشكلاط. نتوما بغيتو ديروا غير شويه ديال العقده باش تخلي واحد لي سباس فين تعمروا مازال الشكلاط، ليكم الاختيار. انا هنا لا، يعني عمرت بكاوكاو مزيان، لان الشكلاط غندير طبقه رقيقه صافي، ما غاديش نكتر. بالنسبه للكاوكاو في حاله ما كنتو كتخدموا وحسيتوه نشف ليكم، يعني ما بقاش كيتجمع كيتفرتت في اليد، فممكن تزيدوا ليه العسل. من بعد ما كنعمرهم كاملين كنرجع مازال كندير ليهم الشكلاط، يعني كل وحده كنغطيها بالشكلاط كما قلت لكم من قبل. راه الشكلاط كتكون غير هذا واحد الكميه قليله، لانني غير غادي نغطي فقط هذا الكاوكاو، ما يبقاش عندي باين، يعني هذيك العقده اللي درت غادي نغطيها ما تجيش كاع باينه بالمره. صافي يعني كل وحده كندير ليها واحد الكميه هكايا شويه بشويه، ومن بعد راه غادي ندوز عاوتاني كذلك نحيد الزوائد. بغيتو نتوما تنقصوا الكميه ديال الكاوكاو وتخليو هكايا واحد لي سباس شويه فين تعمروا بالشكلاط ويجي الكميه ديال الشكلاط شويه كثيره. المهم هذه كفكره. صافي من بعد ما كنعمرهم كاملين، يعني كنغطي عفوا يعني كنغطي داك العقده، كنرجع ليستيها بحال هكايا باش تبقى لي غير واحد الطبقه رقيقه ديال الشكلاط صافي. وكان هكايا كنحيد هاد الجوانب هادو كنزولهم. المهم كنحيد ديك الكميه ديال الشكلاط المتبقيه وصافي. وبالنسبه للعقده ديال الكاوكاو فممكن تعوضوها باللوز، ممكن تعوضوها بقرقاع محمر، تيبقى لكم الاختيار. كذلك التزيين. بالنسبه للتزيين اللي اختاريت هنايا راه كنوريه لكم، انا درت نصيصات ديال نواد كاجو ديال. المهم انا هنا غادي نوريكم كل مرحله، فقط كنوريكم غير الخدمه يعني كيفاش كنت غاده. فاش كنديمولي هذيك الحلوه تيكون عندي الشكلاط مازال دايب، وكنبدا نفيني، يعني راه كل مرحله غنوريها لكم خطوه بخطوه. يعني هنا كما كتشوفوا داك الحلوه اللي عندي مفينيه راه مازال ما كملتهاش، يعني كنوريكم ان الحلوه من بعد ما ديمولات وحيدتها رجعت كنعمر المول. وبما انني غنحتاج شكلاط في التزيين، يعني ما حدو عندي دايب، زوقت به. انا بالنسبه للتزيين اختاريت هنايا نواد كاجو ونوازيت. راه كل حاجه غادي تشوفوها معايا بلي ديطا، يعني حتى شي مرحله ما حرقتها لكم هنايا خطوه بخطوه ان شاء الله. فما تنساوش تخليو لي لايك عافاكم نتوما كتشوفوا الفيديو. الوغ هنايا من بعد ما كتجمد الحلوه كنكون غطيت ديك العقده بالشكلاط كما شفتوا معايا في المرحله اللي قبل. هنا كناخذ الموس وكنبدا
نفيني الجناب، يعني ضروري الحلوه تكون عندي مقاده. وهنايا عندي نصيصات ديال نواد كاجو والكركاع. بالنسبه لنواد عفوا نوازيط، بالنسبه للنوازيط بغيتوه يبقى محافظ على القشره ديالته ما تحمروش، انا حمرته فبالتالي القشره ديالته كتزول وكيجي بيض. يعني اللي بغى يخليه هكايا بداك اللون ديالو بني يخليه ما يحمروش. صافي كنوضع هنايا واحد شويه ديال الشكلاط وكنثبت عليه ديك النصيصات من الفوق، وبالتالي غنحصل على هذا الشكل هذا. من بعد ما غادي نضيف اضافات يعني اخرى كالشكلاط وورقات ديال الذهب. يعني راه كل حاجه غادي تشوفوها معايا في المرحله بمرحله عفوا. يعني هنا كنوريكم غير الفرق، وكذلك ممكن تحتفظوا به هكا، يعني تخليوه على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا حتى هكا راه جا سامبل وزوين. هنايا الصراحه كي هاد الخدمه يعني كتبغي شويه الخاطر. كما كتشوفوا راه كديموا لي كل حلوه بوحدها. ضروري من الفينيسيون تزول هذوك الجوانب هكا مع جناب باش تجي الحلوه مقاده مفينيه، لان المنظر يعني والبريزونطاسيون ديال الحلوه كتلعب دور. صافي كنوضع هنايا هذوك النصيصات هكايا ديال نواد كاجو ديال النوازيط. المهم كما قلت لكم راه غير هكا جاو سامبل وزوينين هاد الحلوات. اللي بغى يخليهم بحال هكا ليه الاختيار، والتزيين كذلك تيبقى افكار، وكل واحد وشنو متوفر ليه وكل واحد وشنو بغى يدير. الوغ هنا الحلوه كامله من بعد ما كنزولها من المول وكنزوقها بدوك النصيصات، كناخذ شويه ديال الشكلاط دايب كديروه في شي بوشه دوي بحال هكايا اولا غير بلاستيكه، وكديروا لها واحد الثقب بالكوردون اللي غيدير واحد الجيب حلواني يعني بحال هكايا. غادي يقطع ليه الرويس بالمقص. واللي دار بلاستيكه عاديه غادي يدير ليها واحد الثقب بالكوردون اولا باي حاجه هكايا حاده اللي ممكن تقابل لكم الميكا. هنايا الفيديو تضبب ولكن غادي يرجع مازال تشوفوه. غادي تشوفوا الحلوه عن قرب كيفاش كيجي الشكل ديالتها. بالنسبه لهاد الخطيطات يعني حتى هما كذلك اختياريا. صافي هذا هو الشكل ديال الحلوه، وغادي ندوز للمرحله المواليه. يعني هاد الحلوه صراحه كتجي راقيه والله، لا في المنظر ولا في المذاق ديالها. هنا المرحله التاليه وهي هاد ورقات ديال الذهب اللي كناخذهم هكايا بيديه، وكندير منهم طريفات بشكل عشوائي. يعني كل قنيت هكايا في ديك الحلوه كندير طريف. ممكن توضعوا من الفوق حتى الا درتو ثلاثه ديال اللوزات، وتحطوا ديك ورقات ديال الذهب في الوسط حتى هما كيجيو زوينين. صافي هنايا كما كتشوفوا كناخذ دوك الورقات غير بيدي هكايا وكنثبتهم يعني بشكل عشوائي. كل قنيت من الحلوه كنوضع هكايا طريف. يعني كل حاجه صراحه خاصها الخاطر، يعني هكايا الفينيسيون كتبغي شويه الخاطر باش كل حاجه تقديها شويه بشويه. المهم هنايا هاد الكاطو صراحه خاصو شويه الصبر. اللي بغى يديرو بهاد الفينيسيون هادي كياخد اليد بهاد المفهوم. هو من ناحيه التوجاد فرا ممكن يوجد تصايبوا كميه كتيره، يعني غير يكون عندكم لي مول ديال السيليكون بعدد بزايد ممكن تحضروها يعني بفوق تواجز. ولكن هكايا هاد الزين هذا غيشد لكم اليد شويه باش انكم توضعوا تثبتوا هذاك النواد كاجو، من بعد ديروا الخطيطات ديال الشكلاط، من بعد ترجعوا تثبتوا الوريقات ديال الذهب على هذا الشكل. المهم صراحه عطاه واحد المنظر فعلا راقي. بالنسبه لهاد الوريقات ديال الذهب راهم مونجابل، الناس اللي ما كيعرفوهمش راهم كيتكالوا. كاين اللي كيلقاهم مثلا في لي طارت في لي غاطو كلاصي ولا كيزولهم، لا راهم كيتنكلوا. فما تخافوش منهم، يعني راهم داخلين في المواد الغذائيه ديال التزيين. يعني داخلين من هذا شنو عندها واحد السميه معينه. داك مستلزمات ديال الحلوه راهم داخلين فيهم. وكاخر مرحله هي الجليكوز اللي كنوضعوها هكايا في الكويغطات. عاد كنوضع الحلوه باش ديك الحلوه كتثبت في دوك الكويغطات عفوا. وكما قلت لكم راه البريزونطاسيون ديال الحلوه كتلعب دور بزاف، يعني التقديم ديالها وكلشي راه كيلعب دور باش كتجي ديك الحلوه محافظه على الشكل ديالها ومقدمه بشكل راقي. الوغ الفيديو ديالي وصل للنهايه ديالو. نتمنى هاد الحلوه تكون نالت الاعجاب ديالكم، ونتمنى تخليو ليا لايك، راه اللايكات تشجعني. شكرا لكم بزاف بزاف، في امان الله. نتلاقاو في حاجه اخرى ان شاء الله.